بص يا صديقي، تعال معايا نرجع لشهر مايو سنة 2024. الفيفا أعلن بروتوكول جديد لمكافحة العنصرية والتميز داخل ملاعب كرة القدم، ومن ضمن البروتوكول ده اعتماد إشارة واحدة وواضحة وموحدة في كل ملاعب العالم، وهي تقاطع الذراعين. الإشارة دي مش معمولة علشان الاعتراض على الحكم ولا عشان تضيع وقت، دي إشارة استغاثة رسمية. يعني لما لاعب أو مدرب أو أي مسؤول يشوف أو يتعرض لسلوك عنصري يعمل الإشارة دي عشان يبلغ الحكم بشكل مباشر، وساعتها المفروض الحكم يبدأ إجراءات البروتوكول. أول خطوة وهي إيقاف المباراة والاعلان في الملعب ان في وقعه لازم تتوقف فورا، ولو استمرت الوقعه دي تيجي الخطوه الثانيه وهي تعليق المباراه وخروج اللاعبين لغرف الملابس، ولو برضه استمرت يمكن من حق الحكم يوصل للخطوه الاخيره وهي انهاء المباراه بالكامل. وده مش كلامي وده مش تحليل، ده البروتوكول اللي الفيفا نفسه اعلن عنه. لكن في مباراه مصر والارجنتين حسام حسن عمل الاشاره والمباراه استمرت، وبعدها الحكم ادى حسام حسن انذار. ومن هنا بدات الاسئله، هل الفيفا تجاهلت البروتوكول وقوانين اللعب عشان ميسي يكمل في البطوله؟